الفراخ اللي بالمايونيز والزعتر والليمون طريقة جديدة خالص لتتبيلة الفراخ. الطعم خطير وجديد عن الفراخ اللي بنعملها بأي تتبيلة معتادة. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم وما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم معايا لآخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي لسه ما تابعنيش على صفحة الفيس طبخة وشنطة، أتمنى ويشرفني إنه يتابعني ولايك وشير كتير عشان يوصل لكل أصحابكم، كل الناس، الوصفات اللي أنا بنزلها. تعالوا نشوف التتبيلة الروعة والجديدة والطعم الخطير ده هنعمله ازاي مع بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أنا معايا أي نوع خضار عندكم. أنا معايا بطاطستين، على جزراية، على بصلاية صغيرة، على فلفلاية. هقطع البطاطس كبير زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات كبيرة تمام عشان تعادل الجزر لأنه بياخد سوا أكبر. أنا هقطع بقى الجزر مكعبات صغيرة. احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش وقت زي الجزر، فأنا هكبر حجم البطاطساية وهصغر حجم الجزراية زي ما انتوا شايفين كده بأي طريقة. تعالوا نشوف بقى كمان بعد الخضار ده التتبيلة التحفة اللي هتخلي صينية الفراخ دي في حتة تانية. فلفلاية كده برضو قطعتها، بصلاية برضو زي الجوليان كده، دي بصلاية حمرا وبصلاية بيضة. المتواجد عندك اي نوع خضار، وممكن بسلة تضيفوها او فاصوليا خضراء. تعالوا نشوف التتبيلة التحفة دي. اول ما حاجة معانا، انا معايا تقريبا معلقتين كبار مايونيز، ملح، فلفل اسود، والزعتر التحفة بتاعنا ده، وهعصر ليمونتين كاملين. يبقى مايونيز، زعتر، فلفل اسود، ملح، ليمون، وفي 3 فصوص توم مفرومين بس ما ظهروش في الفيديو، ما تنسوهمش ضروري. 3 فصوص توم مفرومين تمام كده. والمفروض عسل ابيض بس انا ما كانش عندي، فضفت دبس رمان ونص معلقه سكر. وللحقيقه هو بالعسل اروع من دبس الرمان. شويه السكر اهي ما يجوش نص معلقه، واقلب الخليط التحفه ده كويس قوي مع بعض. وانا هكتب لكم التتبيله دي في صندوق الوصف. شويه زيت، وعندي برضو قطعه زبده زي ما انتوا شايفين. هدوبها كده وهرسها مع المايونيز بالزعتر بالليمون بالتوابل التحفه بتاعتنا دي. الخلطه دي مخليه طعم الفراخ خرافه بجد، تحفه زي ما انتوا شايفين كده. يا رب الطريقه تكون بسيطه وسهله. وده الخضار بتاعنا. هاخد معلقتين تقريبا من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض اللي هي التتبيله، واقلب الخضار فيه. وبرضو ما تنسوش زي ما قلت لكم انا حطيت دبس الرمان عشان ما كانش عندي عسل ابيض. اللي عنده عسل ابيض اتمنى انه يحطوه احلى 1000 مره من دبس الرمان. واقلب الخضار في التتبيله كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وعندي فرخه انا غسلاها كويس ونقعاها. هاجي من ورا كده من عند السلسله اقسمها بالطول بالسكينه بالمقص زي ما انتوا عايزين، واقسم الفرخه نصين. اجيب الصينيه بتاعتنا واحط فيها الفراخ بتاعتي بالطريقه دي، واجيب بقيه التتبيله اعمل مساج كده واتبل بيها الفراخ بتاعتي من على الجلد من بره ومن تحت زي ما انتوا شايفين. بس كده. وهدخلها الفرن معاكم، وهتطلع احلى صينيه فراخ ممكن تتخيلوها. التتبيله دي فعلا تحفه، طريقه بسيطه وسهله. انا كنت عامله معاها رز حبه وحبه،
أو رز بشعرية أو رز أبيض، وممكن بالعيش. يا رب تكون الطريقة بسيطة وعجبتكم، وتكون قناتي عند حسن ظنكم. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.